جديد جديد عبر قناة أكرم الشميساوي. السلام عليكم، أنا أكرم الشميساوي. مثل ما تعودنا نقرأ القصص الخيالية وجميع أنواع القصص، والآن معنا قصة حقيقية ومؤثرة. رجل أبكى أمه ليضحك زوجته. نتابع ونشاهد القصة. قصة يرويها أحد تجار الذهب، يقول فيها: دخل علي في المحل رجل ومع زوجته وخلف أمه العجوز تحمل ولد الصغير، وأخذت زوجته تشتري من المحل وتشتري من الذهب وتأخذ من المجوهرات وما يحلو لها. ثم قال الرجل للبائع: كم حسابك؟ فقال له 20,000 ريال و100. فقال هذا الرجل: ومن أين أتت هذا 100؟ نحن حسبنا ما اشترينا ب20,000. من أين أتت هذا 100؟ قال له البائع: أمك العجوز اشترت خاتما ب100 ريال. قال: أين هذا الخاتم؟ قال له البائع: هذا هو. فأخذ ابنها الخاتم ثم رماه على البائع وقال: العجائز ليس لهن الذهب. فعندما سمعت العجوز من ابنها تلك الكلمات فبكت وذهبت إلى السيارة. فقالت زوجته: يا فلان، ماذا فعلت؟ لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا، كأنها أصبحت خادمة. فعاتب بائع المجوهرات. فذهب الرجل إلى السيارة وقال لأمه: خذ الخاتم إذا كنت تريدين. فقالت أمه: لا والله، لا أريد الذهب ولا أريد الخاتم، ولكني أردت أن أفرح بالعيد كما يفرح الناس. فقتلت سعادتي سامحك الله. فقتلت سعادتي سامحك الله. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا عجبتك القصة وعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك واللايك والتعليقات. وإذا عندك قصة أو فيديو حاب تشاركه راسلني على صفحة الفيس تلقاها بالوصف. أي قصة عندك وحاب نشاركها بصوتي بصوت آخر راسلني، وإن شاء الله الحلقة القادمة ننزلها. وجاي نتعب ونصور ومحتاجين دعمكم، ولا تنسونا بالدعم والاشتراك واللايك والتعليقات على ذوقك حتى يصير تشجيع يزيدنا عزم وتشجيع بالاستمرار. مع السلامة.